بالرغم من قرار حكم مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الأرجنتيني القرار المثير للجدل بعد عدم احتسابه لركلة جزاء واضحة وطرد الحارس ياسر الزبيري، قالها بطريقته الخاصة لا مشكلة وقام بتسجيل هدف التقدم للمنتخب المغربي بطريقة رائعة. هدف ياسر الزبيري الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. كان هذا الهدف الأول الذي سجله اللاعب ياسر الزبيري ليقوم بعدها باحتفالية رائعة رفق الجمهور المغربي، وكانت صدمة واضحة للحارس الأرجنتيني. هذه احتفالية اللاعب المغربي ياسر الزبيري في هدف التقدم للمنتخب المغربي. يضيف المنتخب المغربي الهدف الثاني في الشوط الأول من المباراة.